السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كوكي نوفا. إن شاء الله تكونوا قاع بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة من حلويات الزمن الجميل، اللي هي حلوى الطبقات بالعسل والكريمة تاع السميد. هاد الحلوى قديمة، المذاق تاعها يجي كما تاع الباتيسري وبزاف بنينة. تحضروها على ضربة في سنيوة. إلا عندكم خرجة ولا مناسبة وجدوها بالخف وتقطع لكم كمية لاباس بها. يلا نبداو بسم الله. نبداو على بركة الله. اولا راح نحضروا الكريمه ونخلوها تبرد. بالنسبه لهذه الكريمه تاع السميد هذه فقط المرحله الاولى، من بعد راح نكملوها. هنايا عندي نصف لتر حليب ما يعادل 2 كيسان كبار وربع مغارف تاع السميد. نخلطوهم مليح، نحطوهم على نار قليله مع التحريك المستمر حتى تعقد معنا هاد الكريمه ونتحصلوا على هاد القوام. فرغتها في طبسي ونخليها تبرد مليح. وفي هذه المرحلة نحضروا مع بعض العجينة. هنا عندي ربع كاس تاع السكر. الوصفة الأصلية فيها نص كاس، لكن ولات تجيني بزاف حلوة نقصت شوية. اللي يبغي الحلاوة يدير نص كاس. عندي 3 مغارف كبار تاع العسل و2 مغارف كبار تاع المارغرين. نحطها على نار قليلة مع التحريك المستمر حتى تحسوا هذاك السكر ذاب شوية، وتذوب هذيك المارغرين تطفي عليها وتخلوها تبرد. هنايا عندي 2 حبات تاع البيض، درت لهم رشة تاع الملح، وديروا مغرف صغيرة تاع لافاني وتخلطوها مليح بالفوي. ومن بعد ما يبرد هذاك الخليط تاع المارغرين تفرغوه على البيض وتحركوه مليح البنات في هذه المرحله حتى يولي القوام تاع الخليط بهذا الشكل. هنايا عندي مغرف كبيره تاع البيكربونات الصودا ما يعادل 7 غرام، ونلمو الخليط بالفارينه. هنا الكميه استعملت 350 غرام، لكن تقدروا تستعملوا اكثر طبعا. وهذا هو القوام تاع العجينه، تكون طريه. قسمتها على 3، نغطيها ببلاستيك ونخليها تريح واحد شويه ومن بعد نحلها. حلوها رقيقه بزاف البنات كما شفتوا. راح نطيبها على الظهر تاع السنيمه وندخلوها طيب. لازم تحمروها مليح، من بعد راح تشوفوا كيفاش يكون اللون تاعها. هنا هذيك الكريمه تاع السميد اللي حضرناها في الاول ضربتها مليح بالباتر، زدت لها مغرف كبيره تاع المارغرين وكاس تاع سكر غلاس، مغرف صغيره تاع لافاني والمبشور تاع الليمون وحتى العطر ثاني زدته هكا باه تعطرنا هذيك الكريمه. هذا هو اللون تاعها اللي طابت عليه. انا نبغيها حمرا بزاف باه تجي بنينه. ومن بعد الكريمه هذيك راهي واجده، نبداو نديرو هكا طبقه تاع كريمه وطبقه تاع عجينه حتى نكملو كامل. ملاحظه صغيره البنات، اللي تبغي هذه الحلوى تقطع لها كميه كبيره في السنيوه تاع 30 على 40، تلقى الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف. انا بما انه غير انا والزوج فحبيت نقسم المقادير تاع هذه الوصفه، لان الوصفه اللي كنت موالف محضرها فيها يعني مقادير مضاعفه. هادوك لي شيت اللي بقاو لنا البنات طيبتهم من بعد طحنتهم، زدت عليهم شويه هالكاوكاو كانت متوفره عندي ونديرها من فوق. خليتها تبات البنات ومن بعد قطعتها. تقدروا تخلوها 7 سوايع ومن بعد تقسموها حتى تعاود تطرى، لانه العجينه كي تخرجوها من الفرن تقعد شويه طريه ومن بعد تقساح. بصح مين نديروا لها الكريمه وتخلوها تبات تعاود تولي طريه. هذا هو الشكل تاعها البنات. نتمنى انكم تجربوها وتشاركوني بتطبيقاتكم، واللي موالف ديرها تقولوا لنا في التعليقات كيفاش تجي. بارطاجوا الوصفه حتى كامل البنات يجربوها، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.